خوت، مرحبا بكم في قصه جديده. لا، اليوم ماشي قصه. اليوم كيفاش دير تدخل الفلوس من فيسبوك. الطريقه كيفاش دير تدخل الفلوس من فيسبوك ومن يوتيوب، يعني من صناعه المحتوى الاكثريه فيسبوك، لان فيسبوك ساهل وكذا. غادي نوريكم اليوم الطريقه، فبقاو معنا حتى التالي ديال الفيديو باش ما تزقلوا حتى شي حاجه، باش هاد المعلومات اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو ما غاديش نقولها لكم شي واحد اخر، لان هذا الشيء منطلق من التجربه ديالي انا في صناعه المحتوى، كيفاش بديت، شنو هما المشاكل اللي لقيت، ويعني المشاكل اللي بغيتكم نتوما ما تلقاوهمش في البدايه ديالكم، باش تبقاو تدخلوا الفلوس من فيسبوك ومن يوتيوب بطريقه سهله. فنخليو هذا الشيء جانبا وعطيونا جيم وخليونا نبداو. البدايه كيفاش غادي تبدا؟ غادي تفتح صفحه في فيسبوك وصفحه وقناه في اليوتيوب. ساهله باش تفتحها، راه ساهله، وحتى ما عرفتش كتكتبها غير في الريشيرش في يوتيوب، كتكتب كيفيه فتح صفحه في فيسبوك او كيفيه فتح قناه في اليوتيوب. غادي تفرج في شي فيديو، تفتح قناه، تفتح صفحه. كيفاش غادي دير؟ تطلع ديك لي زابوني الاولى هما اللي واعرين، ديك 1000 ابوني الاولى في اليوتيوب ولا في الفيسبوك هما اللي واعرين، ديك ابوني 1000 ابوني الاولى كيفاش غادي دير تطلعها. 1000 ابوني في فيسبوك كيفاش غادي دير تجيبها؟ غادي تجيبها من دير لانفيتي صحابك، يعني تانفيتي صحابك في فيسبوك، تبقى دير لهم ديك ارسال دعوه للاعجاب بالصفحه للاصدقاء ديالك باش يديروا لك جيم. المهم كتجمع ديك 1000 ابوني، موراها ما تبقاش تصيفط للناس تقول لهم دخلوا اخويا السيمون الله يحفظك لما تدخل دير لي ابوني. لا، هاد الطريقه ما خداماش، والا بقيت ماشي على هاد الطريقه عمرك توصل، عمر الصفحه ديالك تطلع. وحاجه اخرى اللي نوصيكم عليها، ما تمشيوش تشريو الصفحه، او وياك تمشي تشري شي صفحه فيها 5000 ابوني ولا 10000 ابوني ولا كذا، ويقول لك راه محقق فيها الشروط وكذا. لان علاش ما غاديش تخدم لك؟ كاين بزاف الاسباب. ديك الصفحه يقدر مولاها يقلب عليك تخلصو ويولي يديها لك، يخلي راسو ادمين تما ويولي يديك الصفحه، وغادي انت تقول انا نزق، غادي نحيدو، غير كيديرني ادمين نحيدو من الادمين نخلصو ونجيب الصفحه ديالي. يقدر يدير واحد اللقطه اخرى اللي هي يراسل فيسبوك، يصيفط لهم فيسبوك يقول لهم ودي راه تسرقت لي هذه الصفحه، راه مهاكاوها لي، داوها لي اللي هاكر، داو لي هذه الصفحه وردوها لي. الفيسبوك كيردوا له الصفحه ديالو، يعني غادي تخسر فلوسك. والحاجه الثالثه، السبب الثالث هو الذي يخليك ما تشريش هذه الصفحه، اللي هي هذه الصفحه ما عرفتهاش انت باش طلعت. هذا المحتوى اللي طلعت به باش وصلت هي 10000 ابوني. يقدر المحتوى ديال الشطيح كان يلوح فيها، الشطيح ديال التيك توك، يقدر كيلوح فيها فضائح جنسيه، كيلوح فيها فضائح جنسيه باش وصل لك 10000 ابوني. وانت ملي تلوح لهم تما تجويد القران ولا تلوح لهم القصص ولا تلوح لهم الرياكشن ما يتفرجوش فيك، لان دوك الناس مهتمين كيعجبهم الشطيح، لانهم داروا ابوني لديك الصفحه حيت كتلوح الشطيح وما كيعجبهمش الشطيح. بصح انت تلوح لهم القران ولا تلوح لهم القصص ما كيعجبهمش داك الشيء، يعني ديك الصفحه راك خاسر فيها الا مشيت شريتها. ها حنا تفاهمنا على هذه النقطه هذه. النقطه الجايه جابت لكم ملي توصل ديك 1000 ابوني، يعني تبقى انفيتي صحابك في الفيسبوك، تبقى تصيفط لهم ديك انفيتي. يعني نبدا لكم فيسبوك لان فيسبوك ساهل شويه، يوتيوب شويه صعيب، لان الناس مابقاش كدير نجمه 3 ولا الناس كدير غير نجمه 6 وكذا في المغرب. المهم ديك 1000 ابوني كتوصل لهاد غياب في فيسبوك بدوك الانفيتي ديال صحابك، كتانفيتي صحابك. موراها كتبقى تلوح الفيديوهات يكونوا ديالك، ما تجيبش شي فيديوهات ديال شي واحد اخر وتلوحهم. وحتى الا جبت شي فيديوهات ديال شي واحد اخر، تيليشارجيت شي فيديوهات من تيك توك ولا من يوتيوب ولا من فيسبوك، عجبك شي فيديو، خصك تزيد له شي حاجه من عندك. يعني مسموح لك تلوحو، ولكن تزيد له شي حاجه من عندك. يعني مثلا انا نعطيكم شي مثال، بحال مثلا واحد الفيديو نعجبني، بحال الفيديو اللي شفتو في الصفحه ديالي ديال ديك المعزه اللي ولدت جوج توام. كنتفرج وكنقول لكم ودي معزه ولدت جوج توام كذا 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 كذا، وكنهضر في ذاك الفيديو وهي المعزه تما باينه في ذاك الفيديو الاخر، فهمت؟ يعني كتزيد له شي محتوى من عندك، فاش كتسمى زدت له شي حاجه. والفيديوهات اللي نقول لكم بعدوهم، الفيديوهات اللي ما صالحينش، اللي غادي يضيعوا لكم الصفحه ويخرجوا عليكم، هما الفيديوهات ديال الكره. بعد على الفيديو ديال الكره، الفيديو ديال الماتشات وكذا واللايفات ديال الماتشات، بعدهم غير بعدهم. هذوك راه غادي يعطوك مخالفات عليهم، وثلاثه المخالفات، الا عطاوك ثلاثه المخالفات الصفحه ديالك غادي تبلع، غادي تبلوكا. اذا بعد على الكره، ما تلوحش فيديوهات ديال الكره. اسمو بقى لنا دابا كيفاش غادي دير توصل، يعني تحقق الشرط الاول ديال فيسبوك اللي هو 5000 ابوني و 600000 دقيقه ديال المشاهده. 5000 ابوني توصل هاد غيا، ولكن ديك 600000 دقيقه هي اللي شويه صعيبه. غادي تبقى تلوح الفيديوهات، والفيديوهات يكونوا بين 3 دقائق حتى 5 دقائق، لانه هو كيقول لكم خص من 3 دقائق الفوق. فيسبوك كيقول لك الا بغيت نقبلك خص يكون الفيديو من 3 دقائق، يكون من 3 دقائق الفوق. والفيديوهات يكونوا اكثر من 5 الفيديوهات في الصفحه، وما يكونوش مشفرين عند شي واحد، ولا انت تلوحهم في اليوتيوب عاد تجي تلوحهم في الفيسبوك. لا، خصك اول حاجه ديرها فيسبوك راه كيركز على هذه الحاجه هذه، وراه وقعت لي انا شخصيا، وقعت لي هذه القضيه هذه. كنت كنلوح الفيديوهات ديالي كنصاوبهم انا، كنصورهم كيما راني نصور هذا الفيديو دابا هذا. كنت كنمونطيه الريغلو كنلوحو في اليوتيوب هو الاول، وكنخلي واحد الساعه ولا نهار ولا كذا عاد نلوحو في الفيسبوك. هنا الفيسبوك ما قبلنيش في الخلاص، علاش؟ لان قال لي هذا المحتوى غير اصلي، يعني هذا المحتوى سبق له تنشر في حوايج في بلايص اخرى. يعني اسمو خصك دير، خصك اول حاجه ديرها ملي تصاوب الفيديو تمونطيه وتريغلو تلوحو في الفيسبوك. مثلا اسيدي شوف غادي نمثل لكم كاع، ها اليوتيوب حمر والفيسبوك زرق. صوبت انا واحد الفيديو ياك، الفيديو خصني نلوحو في الفيسبوك هو الاول، وموراه بدقيقه ولا موراه بجوج دقائق عاد نلوحو في اليوتيوب ونلوحو في التيك توك ونلوحو فين ما عجبني. يوتيوب معليش كيقول لك الفيديو ديالك الا لوحتو في شي كونت اخر عاد جيت لوحتو عندي ماشي مشكل، ولكن فيسبوك لا كيركز على هذه القضيه هذه باش تردوا منها البال.
وكيفاش منين تحقق هاد الشروط هادو غادي تحققهم بفيديوهات، تبقى تلوح فيديوهات وكذا، دير رياكشن على الفيديوهات اللي طالعين في الطوندوس اللي كيجيبوا ملايين ديال المشاهده، غتبقى دير عليهم رياكشن ولا دير قصص ولا دير فلوغات ولا يعني المحتوى اللي كيعجبك انت اللي كتفهم له، المحتوى اللي كيعجبك انت وكتفهم له وكتقنو كيما نقولوا عزيز عليك وعندك هوايه ديال داك المحتوى يعجبك. مع مثلا انا عندي الهوايه ديال القصص والفلوغات، كيعجبني ندير الفلوغات نمشي نكتشف مناطق ويعجبني نعاود نريح كما هكا ونحكي قصص. هذا هي الهوايه ديالي وهما الحوايج اللي كنبدع فيهم انا. انت عاود شوف، ربما كيقول لك عقلك الرياكشن، دير رياكشن للفيديوهات، ربما كيقول لك عقلك نجود القران، ربما كذا بزاف الصوالح يقول لك عقلك شي حوايج اللي كيعجبوك. ملي غادي توصل 5000 ابوني و600000 دقيقه غادي تدخل لجوجل. اسمع ركز معايا دابا، هذه هي اللحظه المهمه. غادي تدخل لجوجل وتكتب ميتا بيزنس سويت وتدخل وتلقى اول رابط تكي عليه، غادي تدخل تما غادي يقول لك دير المود باس ديال الفيسبوك ديالك، غادي دير المود باس والنمره وكذا، غادي تدخل تما غادي تلقى الصفحه ديالك في القنت، يعني كتلقى البروفيل ديالك اللي درت له المود باس كذا، وكتلقى الصفحه في القنت، التصويره ديالها في القنت، كتكي عليها في ذاك القنت، كتدخل تما كيعطيك واحد اللعيبه لتحت، واحد الدولار، واحد الرمز ديال الدولار، تحقيق الارباح. كتوصل على تحقيق الارباح كيقول لك راك وصلت الشروط واش تصيفط الطلب ولا لا. كتقول لهم اسيدي نصيفط الطلب ديال تحقيق الارباح، يعني باش يقبلوك تبقى تخلص. كتصيفط الطلب، كيجلسوا بين يومين و20 يوم، يعني يقدروا يردوا عليك على يومين، يقدر على سيمانه، يقدر على 15 يوم، ويقدر على 20 يوم، يعني بين يومين حتى 20 يوم. و100% راك مقبول اذا كان الفيديو اذا كانوا الفيديوهات ديالك، واخا حتى ما يكونوش ديالك، كنت جايبهم من تيك توك ولا جايبهم من فيسبوك، حتى من فيسبوك، يعني تقدر تهز الفيديو ديالي هذا، تقدر تهزو وتلوحو عندك، ولكن خصك تزيد له انت شي حاجه عليه، يعني تهضر فيه هذاك الفيديو. انا كنهضر وانت عاود كتهضر، كتقول عاود كترد عليا، فهمت؟ يعني باش كيتسمى لك المحتوى راك غيرت فيه شي حاجه، باش فيسبوك زعما كيقول لك اودي راك زدت فيه شي حاجه، يعني باش نحسبوه معليش يفوت. فهاد الشيء هو اللي نوصيكم عليه باش تبقاو تدخلوا فلوس. وشفت انا الناس بزاف اللي كيدخلوا حتى 10 المليون في الشهر، اسمو كيديروا هاد الشيء، هذا الرياكشن على الفيديوهات، وكيلوح حتى 20 فيديو في النهار، كيقول كل ساعه جوج سوايع لاح فيديو. ولكن هذه ما صالحاش، هذه تضرك الا بقيت كل نهار كتلوح 20 فيديو، حتى كل نهار فيديو غادي تضرك. علاش؟ لان الناس اللي كيتفرجوا فيك هذه كون مأكد، وديها مني كنصيحه كاخ كصديق بالتجربه هذه، الا كنت كل نهار كدير فيديو ولا كل نهار كدير 5 فيديوهات وتلوحهم، الناس غادي يكرهوك. علاش؟ لان كل مره السيد غادي دوك المتابعين ديالك ولا لي زامي ولا الناس ولا المغاربه ولا العالم كامل، كل مره غادي يدخل الفيسبوك غادي يلقاك يتفرج فيك، بلاتي مع 12 يدخل يلقاك، بلاتي مع المغرب يدخل يلقاك، الغد ليه يدخل يلقاك. يقول لك المرض هذا طلع لنا في الراس، هذا كل مره طالع عليه، هذا حيد نحيد هذا الابوني، هذا كرهت مو هذا، كل مره طالع عليك، كل مره طالع عليك. علاش؟ خصك تخلي راسك عزيز. شوف غير خوتك ملي كيكونوا هنايا حداك كتكون كارههم، بصح اللي كيكون في اسبانيا ولا بعيد ولا في الدار البيضاء خدام ولا كذا، كيجي غير من العيد للعيد كيجي عزيز، بصح كيكون حداك كل نهار دابز انت وياه. فهكاك المحتوى ما خصكش كل نهار تزرب، كل نهار فيديو، كل نهار فيديو، لا. غيب كما كان غيبي انا واخا هي راه خصك كل نهار باش تربح مزيان، فهمتي؟ الا كنت كل نهار كدير 5 فيديوهات 6 غادي تدي واحد 7 مليون ولا 8 مليون ديال الربح في الشهر، يعني تخرج لك الشهر في 8 مليون، خصك تعاود المشاهدات. ولا انا كندير 4 ايام 5 ايام عاد كندير فيديو. علاش؟ باش كنبقى عزيز عند الناس، باش ماشي كل مره نطلع لهم بقى كل مره وين الخوت مرحبا بكم، وين الخوت مرحبا بكم، فهمت؟ هذا يكرهوك الناس. لا، خصك مره في الزمان وكذا. والارباح ديال الفيسبوك ضعيفه على اليوتيوب، يعني خصك الفيديو منين تلوحوا في الفيسبوك لوحوا عاود في اليوتيوب، يعني ما تنساش يوتيوب، حتى يوتيوب راه فيه الخلاص، ويوتيوب فيه الخلاص احسن من الفيسبوك. اليوتيوب تقريبا كيعطيك كل مليون مشاهده، مثلا ميز لك واحد الفيديو فيه 8 دقائق، فيديو فيه 8 دقائق ولا 10 دقائق، نشرته في اليوتيوب جاب مليون مشاهده في اليوتيوب، شحال يعطيوك عليه؟ يعطيوك عليه نص مليون، يعطيوك عليه 500 الف فرنك، 5000 درهم في مليون مشاهده في اليوتيوب، يعطيوك عليه 5000 درهم. ولكن الا نشرته في الفيسبوك داك الفيديو نفسه نشرته في الفيسبوك وجاب لك مليون مشاهده في الفيسبوك، شحال يعطيوك عليه؟ يقدروا يعطيوك عليه 1000 درهم، 80,000 فرنك، يعني مليون مشاهده تقدر تدي عليها 1000 درهم. يعني فيسبوك عنده الفلوس طايحه، ولكن عاود الفيسبوك كيعطيك المشاهدات، عاود ما كيبخلش عليك، ماشي بحال اليوتيوب. يوتيوب كيعطيك 2000 مشاهده، 4000، 20000 مشاهده صافي. الفيسبوك لا كيعطيك مليون مشاهده بحال اللعب، 200,000 300,000 مشاهده بحال اللعب. ها شوف الفيديوهات ديالي شحال كيجيبوا، 300,000 400,000 500,000 حتى المليون. كاين الفيديو اللي كيجيب مليون، ولكن قليل اللي كيوصل للمليون. الفيديوهات ديالي ديما كيجيبوا 300,000 400,000 مشاهده، يعني ديك 300,000 400,000 الفيديو جاب لك 300,000 400,000 مشاهده، تدي عليه ديك 40,000 30,000 بحال هكا. فهادو هما النصائح اللي نقدم لكم. فاللي بغى يبدا في صناعه المحتوى هذه هي. وعلاش درت هذا الفيديو هذا خصيصا؟ علاش درته؟ لان بزاف الناس، ماشي بزاف الناس، بزاف صحابي كيصيفطوا لي في الواتساب قلبوا لي الراس،
كل مره كيصيفط لي واحد اخويا اسمع راني وصلت الصفحه وصلت 5 ووصلت الاخر وكذا وبغيت نصيفط الطلب وكذا وبغيت نربح عليها كي ندير كتوريه كتقول له دخل هنا ها فين دير ها كيدير ها المحتوى اللي دير ها اسمو ما خصكش دير عاود فما كتجي فين تسالي معاه حتى كيصيفط لك الاخر عاود مصطفى عاود كيصيفط لك اخويا اسماعيل انا فتحت واحد الصفحه وكذا ما عرفتش كيفاش ندير وريني كذا كتوريه عاود يلاه تسالي مع مصطفى يصيفط لك دريس اخويا اسماعيل انا فتحت واحد الصفحه عاود تسالي مع دريس يصيفط لك عبد الغني واخويا اسماعيل هادشي علاش درت هذا الفيديو هذا باش كلشي يستافد كلشي يتفرج وكلشي يولي يربح. فتحياتي لكم. وهادشي علاش بالضبط الدوله المغربيه الحكومه المغربيه بغات تفرض على صناع المحتوى الضريبه، يعني تولي تخلص الضريبه على هاد الفلوس اللي كتدخل من يوتيوب ومن فيسبوك تولي تخلص عليهم الضريبه. فاستغلوا الفرصه قبل ما الدوله تولي تضرب عليهم الضريبه، تقدر تدير لك حتى النص. انا ما عرفناش الضريبه ديال الدوله واش تدي 5% واش 10% واش النص بالنص يعني 50%، تقدر دير الدوله حتى 50%. يعني اللي كنت تربح مليون في الشهر تولي تدي غير 500,000 تديها الدوله. يعني ضربوا يديكم واحد الحوايج مازال بارده وحوايج مازال ساكته وكذا. فتحياتي لكم، كنتمنىكم تدعمونا بجيم وتستافدوا. هذا الفيديو تصيفطوه، هذا الفيديو هذا تصيفطوه كاع الناس اللي باغيين اصحابكم ولا اللي باغيين يبداو في صناعه المحتوى. صيفطوا لهم هذا الفيديو هذا وما نطولش عليكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.